بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتابع فيها القتال في السودان لليوم الرابع في العاصمة الخرطوم، ولا تزال الأوضاع تتأرجح بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. الجيش السوداني يقول ويبث فيديوهات أنه سيطر على مقرات الدعم السريع. قوات الدعم السريع تبث فيديوهات أنها تسيطر على قيادة الجيش وعلى القصر الجمهوري وعلى مطار الخرطوم. الرحلات متوقفة في مطار الخرطوم. سنشاهد الآن كيف أنه أمريكا تتلاعب بالطرفين، تمد قوات الدعم السريع وحمدتي بالمعلومات عن أماكن تواجد الجيش فيقوم بتدميرها وقصفها، وتمد الجيش السوداني بأماكن تواجد الدعم السريع. وأصلا الاتصالات حمدتي وكل هؤلاء تتم عبر الأقمار الصناعية وعبر الهواتف، فكل شيء مرصود من الأمريكان والأقمار الصناعية تصور. والآن يجري تدمير دبابات الجيش السوداني وسيارات الدعم السريع. تنتهي الحرب وتصبح السودان فارغة بلا أي قوة تحميها، تتفكك، تصبح كل مدينة فيها ميليشيا وكل مدينة تقاتل الأخرى. وضع مؤسف ولا نتعلم من دروسنا. تعالوا نبدأ من قيادة الجيش السوداني. بثت قوات حميدة الدعم السريع فيديو تقول أن قيادة الجيش تحت سيطرتها. دي عربات البرهان القيادة العامة، دي العربات بي ام دبليو. شوف عشان الناس ما تقول إشاعات وإنه نحن ما استلمنا القيادة، والشباب منتصرين بإذن الله. أيضا قوات الدعم السريع بثت فيديوهات من داخل القصر الجمهوري. نحن بنتحدث عن اليوم الرابع، وحتى الآن الجيش أنا لاحظت يعني خلال ال 24 ساعة الماضية بيانات الجيش أقل، فيديوهات الجيش أقل، الحديث عن الانتصارات أقل، بسبب فتح برهان راجل ضعيف معاه قوة ضخمة، لكن هو فتح برهان قائد الجيش راجل ضعيف أصلا مع الأسف. نحن الآن في القصر الجمهوري لنا 3 يوم، ومن ما موسى مسكنا القصر الجمهوري ما في زول جاء علينا ولا جاء على قوتنا دي ولا صد عليها. نحن الآن سيطرتنا على كل الخرطوم تماما، مسيطرين على القصر الجمهوري. القيادة العامة باقي لنا شنو؟ نبشر الشعب السوداني نحن الآن على وش كل التحرير، وإن شاء الله البرهان لحد الساعة 10 11 إن شاء الله حنسلموا له. الله أكبر الله أكبر. أيضا قوات الدعم السريع بثت فيديو من داخل مطار الخرطوم وقالت أن المطار تحت سيطرتها. الآن بمطار الخرطوم المدني طيارات صواريخ جن عرقل نسي. في المقابل الجيش السوداني قال أنه سيطر على مقر قوات الدعم السريع في شارع الغابة في الخرطوم ودمر سيارات الدعم السريع. اليوم حقق المراد لنا، قدرنا نطرد قوات الدعم السريع من منطقة شارع الغابة. العمارة دي تم احتلنا بدون حق، يمارسون فيها كل صغيرة وكبيرة زي ما دايرين. دي عرباتنا الحمد لله اتدمرت، ودي مقارن اتدمرت، وقتلاهم جوا كثيرين. الزول يخشى أو يخجل إن ظهيرا لك. وهنا حضراتكم تدفق لقوات الجيش من خارج الخرطوم. قوات الجيش تأتي من الولايات إلى مدينة الخرطوم العاصمة، والولايات تصبح فارغة في أيدي الحركات المتمردة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. أبشر والله ده جياشة. أبشر والله. متكيفين الناس تكورك ساي. هذا هوي. كثير كلامنا كيف ما شاء الله. بحفاظة. عس. بحفاظة. كتب الخير. أبشر الله أبشر. الله أكبر. الله أكبر. يعافينا أخوان. في هذا الفيديو سنشاهد طائرات الجيش وهي تقوم بقصف مقرات قوات الدعم السريع، تقتل الرجال، تدمر السيارات إلى آخره، والسودان تفرغ من رجالها ومن معداتها ومن دباباتها. هنا يظهر رئيس السودان الفعلي وهو أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي.
تعالوا نقرأ هذه التغريدة لقوات الدعم السريع ونقرأها بالحزن. هنا حساب قوات الدعم السريع على تويتر تقول: بناء على الاتصال المباشر مع السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها لوقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات آمنة لعبور المدنيين. فقوات الدعم السريع أعلنت هدنة 24 ساعة، لكن من عملية لم يتم هذا. أنتوني بلينكين اتصل بحميدتي، الدول الشقيقة والعربية اتصلت بحميدتي. طب لماذا هذه الدول لا تعطي قيادة الجيش مكان حميدتي؟ أين التليفون اللي موجود فيه حميدتي ويقومون بقصفه؟ بل الأكثر أنه الجيش يقول أن قوات حميدتي تعتمد على شبكة الاتصالات التليفونية، الهواتف المحمولة. طب اقطعوا هذه الشبكة يا جماعة، أنتم المفروض الجيش السوداني عندكم أجهزة الاتصالات الخاصة بكم وما إلى ذلك، لا يقطعونها. فأنت هذا يذكرنا بما كان يجري في اليمن. في اليمن حضراتكم قوات الجيش اليمني تحت يدها أبار البترول، تعطي البترول لميليشيات الحوثي التابعة لإيران، تخيلوا. وبعدين لما سألت الإخوة اليمنيين ما هذا، فقالوا أمريكا تشترط أنه كي يجري تحويل الأموال إلى اليمن إلى آخره، أنكم أنتم قوات الجيش اليمني تسلم البترول من معاها لمناطق الحوثي، والحوثي يمون دباباته وسياراته ويقصف عدن والمدن الأخرى. انظروا هنا أيضا قوات الدعم السريع تقول في تجاوز سافر لأسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني. طبعا في تغريدة سابقة بيتكلموا إن الجيش قصف مستشفى تبع لهم، يعني ننتظر ردا من أنتوني بلينكين لحسم خروقات الطرف الآخر. لا يعني أنت لا تخاطب الشعب السوداني، بتخاطب أمريكا. ولذلك نقول السودان ليست دولة مستقلة، وقلنا اعملوا انتخابات، مفيش فايدة. وبعدين اللي كاتب البيانات شيوعي، شوف يقول ايه: المجد والخلود للشهداء الأبرار. يعني المفروض يقول الشهداء في الجنة إذا كان هو مؤمن. هو طبعا لا يؤمن بالجنة، واضح. يعني أنا أعتقد أن الشيوعيين يسيطرون الآن على حساب تويتر وعلى بيانات حميدتي. حميدتي واضح أن عنده فريق محترف، والهدف لا هينصر حميدتي ولا برهان، هم هيدمروا السودان. ولذلك أنا قلت: من يسيطر على الخرطوم أرجوكم بايعوه. اللي يسيطر على الخرطوم اعتبره رئيس السودان وخلصنا. اللي يقتل الآخر اعتبره الحي هو رئيس السودان. هنا حضراتكم بيان من حميدتي لما الجيش طلع قال ان هو احتمال يكون قتل وكلام من هذا القبيل. فحميدتي قال يشرفني اجراء محادثه حيويه، ما اعرفش ايه الحيويه والغير حيويه، مع السيد وزير الخارجيه الامريكي بلينكين، وانه الاتصال تم الساعه 3:34 فجرا صباحا. يعني هنا حضراتكم اسر الجيش السوداني، وضع مؤسف. طيب نبشركم ان شاء الله. الموضوع بتاع شيء بسيط اصلا، عرفتوا؟ ان شاء الله قدامكم الغاية. نبشركم اي حاجه دايرينها بنلبيها لهم. نحن انتوا ناس اخواننا ونحن اخوانكم، احنا كلنا ابناء شعب واحد. عرفت الكلام ده؟ زول بيضغط عليكم ما في، زول بيضربكم ما في، انتوا ناس اسيرين وفي ايدي امينه. وهنا فيديو لقوات الدعم السريع تقول انها سيطرت على صواريخ بعيدة المدى، وهنلاحظ ان افراد الدعم السريع لا يعرفون ما هذه الصواريخ اصلا. فين الجيش السوداني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله والحمد لله استولينا على الصواريخ. ما معروف الصواريخ دي، ما مرت بينا باليستية ولا الصواريخ دي شنو يا جماعة. الصواريخ المصرية دي شايفينها يا جماعة، ما عارف بتاعت الميج ولا دي بتاعت مسير هنا براها، صواريخ عابرة براها كده بس فكوها بالبطاريوتات ولا شنو. شايفين يا جماعة؟ ده الصاروخ الأول، شايفين؟ ده الصاروخ الثاني، ده الصاروخ الثالث يا جماعة، ده الصاروخ الرابع. هنا قائد سلاح المدرعات في الجيش السوداني يقول أن قواته ستنتصر وسوف تحسم المعركة. أي معركة دخلناها دحرنا العدو الحمد لله. جاهزين وانتصرنا الحمد لله. الله أكبر. واستلمنا عرباتهم. الله أكبر. واستلمنا مدرعاتهم، استلمنا أسلحتهم ودقيناهم وحندقهم ثاني وثالث ورابع. لا والله الله أكبر الله أكبر لغاية إن شاء الله طايعين تحت إرادة هذا الوطن الواحد إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا همنا أمن وسلامة السودان إن شاء الله. وأيضا تتدفق قوات الدعم السريع على الخرطوم وتخلي الولايات، يعني الولايات تصبح في يد الحركات المتمردة. السودان الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السودان فيها رجال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله ينصر السودان. الله أكبر 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 الله أكبر. وقائد الجيش السوداني أصدر قرارا بأن كل من يلقي السلاح من الدعم السريع سوف يتم العفو عنه. السؤال: لماذا فصلت ضباط الجيش السوداني من البداية؟ لماذا سرحتهم؟ لماذا جعلتهم مشردين في الشارع؟ يعني أنت عبد الفتاح برهان بناء على طلبات من أمريكا ومن دول الخليج أضعفت الجيش السوداني في الوقت الذي كان يجري فيه تقوية قوات الدعم السريع، فلا بقي جيش ولا بقي دعم سريع. هنا في حساب القوات المسلحة السودانية الإعلام العسكري أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان قرار بالعفو عن كل من يضع السلاح من ضباط وجنود ميليشيا الدعم السريع، وسيتضمن ذلك استيعابهم في القوات المسلحة اعتبارا من تاريخ التبليغ مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. أما كان هذا من قبل الحرب؟ أما كان هذا منذ 4 سنوات و3 سنوات وأنت شغال خلف الشيوعيين تصف في الجيش السوداني؟ وللأسف الشباب والإعلام الخائن يقول لكم طهروا الجيش، اعملوا في الجيش، اعملوا، وكانت النتيجة يعني هذا كل اللي كانوا بالأمس بيشتموا في الجيش وطهروا الجيش وعملوا الجيش لبسوا في الحيطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا حضراتكم لهذا الخبر: القائد العام يلغي نقل وينهي إلحاق وانتضاب ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع. يعني الجيش السوداني نفسه أعطى ضباط وجنود من قوته هو للدعم السريع. هم تقولون فتح برهان من كان يغذي عدوه، من كان يغذي خصمه، من كان يتآمر على الجيش السوداني. المتآمر على الجيش السوداني الأول هو عبد الفتاح برهان. وأنت جيش، أنت يعني بتسلف الآخرين قوات ليه وبتسلف الآخرين، وأنت مهمتك إيه؟ ما مهمتك في الحياة؟ وهنا فيديو حضراتكم لقوات الدعم السريع بتختبئ بين المنازل كي لا يستطيع الطيران قصفها، وبيرتدوا الملابس المدنية، وللأسف كثير من الضحايا المدنيين سقطوا. قوات الدعم السريع لابدة جوا الحلة يا ناس، شفتوا عرباتهم؟ شفتها؟ خايفين يطلعوا يمشوا، لابسين ملكي ولابدين نص البيوت. ده قوات الدعم السريع. لقى الله شوف الناس دي وصلت لهم، يمشوا وين ما معروف، ياكلوا شنو ما معروف. والله العظيم طارد اليوم آمنوا ذاته. أقول متوحمين دارين يبقوا بدل الجيش. جيش بالبيت. شفت عرباتهم أصل نص الحلة. وهنا الجيش السوداني استدعى السيارات السريعة الحركة لأنه عنده داخل الخرطوم دبابات، فلا تستطيع أن تجري خلف سيارات الدعم السريع اللي هي سيارات سريعة الحركة، فاستدعى راجمات الصواريخ اللي محملة على سيارات سريعة الحركة إلى داخل العاصمة وترك الولايات. وهنا فيديو آخر لسيارات الجيش وهي تحمل الجنود وبتأخذ ساتر داخل العاصمة الخرطوم. غايم في البلد دي. وين جاية معاكم؟ احنا في موايو، انا في موايو. قاعدين ورا جنب المطار يا اخي، بدنا بيقوا بيجروا يا اخي. هذه الخريطة ترينا الكارثة، تقسيم السودان الذي يحدث. كما نشاهد أن المناطق غرب السودان تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فيعني المستقبل أن هم يؤسسوا دولة في هذه المنطقة. وهنجد أن الخرطوم لا تزال محل صراع بين الطرفين. طيب ما الذي يجري؟ انظروا المصيبة، أنه حميد يسحب قواته إلى الخرطوم، هات القوات إلى الخرطوم، والجيش يسحب القوات إلى الخرطوم لأنه عنده قتال. هنا الحركات المسلحة تتمدد بقى وتسيطر، وتيجي حركات مسلحة تتمدد وتسيطر. الآن هتصبح الخرطوم محرقة تحرق فيها قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وتصبح شرق السودان اللي بيجري تمويلها من المخابرات الأجنبية لانفصال شرق السودان،
وبيجري تمويل الغرب إلى آخره. فهذا يرينا حجم الكارثة، العدو يدمر نفسه. والآن إسرائيل تصفق، إسرائيل وأمريكا بتمول على الجانبين، والجانبين خائنين. فلذلك أنا قلت إيه، خلينا خلاص، هم كلاهما خونة وكلاهما عملاء وكلاهما طمعين في الحكم، فاللي ينتصر نصفق له خلاص وعدي الليلة بقى. احنا عايزين السودان موحد. كان هدفنا من قبل، من 4 سنوات، نعمل انتخابات والشعب ينتخب والشعب يحكم الدولة. ولكن الشيوعيين وعديم الذمة والضمير دول يقول لا لا لا، مبروك يا شعب السودان. تذكرون المشهد من 4 سنوات لما كل التلفزيونات الشعب السوداني سلم الحكم للمدنيين للشيوعيين حميدتي برهان. الآن اتضح أن كله سراب وما بح فيه صوتي 4 سنوات. أنا يحزنني أن ما توقعته حدث، ما يحزنني والله أنا حزين. يا رب كان توقعي يخيب، يا رب يا رب يحصل عكس ما أتوقع، اللهم آمين يا رب. ولكن بما يفيد البكاء على اللبن المسكوب مع الأسف الشديد. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، أرجوكم اقرأوا التاريخ حتى لا نكرر نفس الأخطاء. هنا حضراتكم كتاب ميكافيلي، كتاب الأمير، وبيشرح الصراعات السياسية. اقرأوا كتاب ميكافيلي الأمير، كتاب مهم في علم السياسة. أرجو اسمعوا هذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناة تليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات والوثائقات التاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأئمتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.